لحد الان تميت طالع في الفيسبوك هابط طالع هابط، تسمى لقيت تم اعتقال الياس المالكي. لايحين شي صحافه انه تم اعتقال الياس المالكي، ما بغيناش نذكروا التسميات ديال الصحافه بلا ما نديروا الاشهار لاي واحد. انا كمؤثر في مواقع التواصل الاجتماعي عندي نص مليون في مواقع التواصل الاجتماعي متبعاني، تندير فيديوهات كمؤثر. ما بغيتش ندير الاشهار حتى واحد. الياس المالكي حنا كنعرفوه، كان وقع عليه مشكل دابا مؤخرا مع كان دار شي تدوينات بالكلام ديالو على شي على الامازيغ. حنا شوف بغينا مكرهناش يطفيو هذا الغضب، ولكن للاسف اللي عطى الله عطاه. دابا راه كلشي فات، لا كان تم اعتقال ديالو حيت صافي اللي عطى الله. ما كنبغوش بنادم الصدام، ما تنبغوش ليه الاذى، حنا قلبنا ابيض. انا راه راجل خالتي شلح باش نقولها لكم، والشلوح راه معاشر معاهم وكلشي. الله يعمرها دار شلوح، الله يعمرها دار. راه شوف انا كزعري راه فينا حجر وطوب، راه كاين ماشي تقول لا، راه العالم كامل فيه الناس الخايبين، فيه الناس المزيانين، فيه كلها. بحال دابا الشلوح فيهم ناس مزيانين، فيهم غير زعير، فيهم ناس خايبين، فيهم مزيانين. المهم اللي عجبك كلامي ما تنساش لايك الفيديو، اشتراك في القناة باش يوصلك اي جديد. ما تنساش لايك اول حاجه باش تدعمنا. انا كلامي على صواب، ما تنقول شي حاجه على شي واحد، ما تنعاير شي واحد. هذه هي الرساله اللي بغا نوصل. ما تنساش ديك لايك، تبعنا متابعه، وتحياتي للجميع.